في موريتانيا لا تفكر الجماهير إلا في حجز مقعد في نهائيات كأس إفريقيا كوت ديفوار 2023. تجمعت ووقفت كرجل واحد خلف زملاء الطنجي من أجل الفوز على الضيف الجابوني. ضيف تبعثرت أوراقه مبكرا بعد طرد الحارس جون نويل أمونومي في الدقيقة 5 إثر هذا التدخل. دخل الحارس البديل مزوي لكن شباكه استقبلت هدفا عبر حماية طنجي الذي استلم كرة بطريقة رائعة حولها مباشرة إلى هدف أول جعل الجماهير تهتز فرحا في المدرجات. فرحة تواصلت في هذا الشوط بعدما أضاف أبو بكر كامارا هدفا ثانيا معززا تقدم أصحاب الأرض. رغبة كبيرة في التأهل والفوز كشف عنها رجال المدرب أمير عبدو، فواصلوا ضغطهم في المشهد الثاني لهذه المواجهة بحثا عن أهداف أخرى. في الجهة المقابلة محاولات زملاء المهاجم أوباميانغ أثمرت هدفا متأخرا حمل توقيع ديدين دونغ مستغلا هفوة من الحارس. الحارس الموريتاني بابكار نياس تألق وجنب زملائه هدفا ثانيا في آخر الأنفاس ليبلغ المرابطون نهائيات البطولة الإفريقية للمرة الثالثة في تاريخهم وسط فرحة عارمة في العاصمة نواكشوط.